يسعد لي أوقاتكم أصدقائي بالخير واليمن والبركات. يا أهلا وسهلا فيكم، بتمنى تكونوا بخير وأنتوا عم بتشاهدوا فيديو اليوم. أهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم للقناة، وبقول لرفقاتي يلي كانوا معي من أول ما فتحت القناة ولهلأ أنتوا الأصل وبتضلوا الأصل، والله يوفقكم جميعا. خلينا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحبيت قبل ما أبدأ فيديو اليوم أحكي عن فوائد الذرة. اليوم رح نعمل ذرة مسلوقة، وبعد ما نسلقها رح نعملها بطريقة كتير طيبة هون بيعملوها بعمان، ورح نعملها على نفس الطريقة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. بالنسبة لفوائد الذرة، هي صيدلية كاملة متكاملة، وفي إلها طبعا فوائد لا تعد ولا تحصى. طبعا يعتبر الذرة جزء أساسي من غذاء الكثير من المجتمعات والشعوب في العالم. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأول عالميا في إنتاج الذرة. طبعا الذرة بيستخرج منها زيت الذرة، وكمان نشاء الذرة وطحين الذرة. وأول فائدة من فوائد الذرة أنه يقي الإنسان من أمراض القلب، لأنه بيحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل الأوميغا 3، وكمان بيخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وكمان بيساعد على خفض ضغط الدم وتقليل انسداد الشرايين، وكمان بيحمي الإنسان من الجلطات والأزمات القلبية، وكمان له دور كتير كبير في ضبط سكر الدم. لذلك بنصح مرضى السكر ومرضى ضغط الدم أنه يكون الذرة من ضمن نظامهم الغذائي. وطبعا بما أنه الذرة غنية بالألياف فهي مفيدة جدا لصحة الجهاز الهضمي. وأيضا الذرة مفيد جدا لفقر الدم، لأنه بيحتوي على الحديد وفيتامين بي وحمض الفوليك، فهذا الشيء طبعا بيساعد على تجنب الأنيميا وفقر الدم. وبما أنه الذرة يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يقي من السرطان. وكمان الذرة هي مجددة للطاقة، لأنها غنية بالنشويات والسعرات الحرارية المفيدة يلي بتعطي الطاقة للجسم وتزيد النشاط الجسم وحيويته. وكمان الذرة هي مفيدة كتير لصحة البشرة وتحسين صحة الشعر، وكمان تقوية صحة العين، وأيضا مفيدة لتقوية العظام والأسنان. هاي كانت بعض الفوائد للذرة، بتمنى تكونوا استفدتوا منها. طبعا أنا حكيت الفوائد بشكل مختصر، ولسه في لها فوائد عديدة ما ذكرناها. وهون طبعا مثل ما نكون شايفين سلقنا الذرة بالطريقة الاعتيادية يلي كلكم بتعرفوها. نحطها بالمي ونسكر، طبعا بنغمرها بالمي ونسكر فوقها بشي صحن أو صينية صغيرة. لازم نحبس البخار لحتى يستووا بسرعة. وهلأ طبعا بعد ما استووا حبات الذرة عم نشيلهم من المي. ما شاء الله شكلهم ومنظرهم كتير كتير بشهوا. وهلأ طبعا منروح على الخطوة يلي بعدها. شو رح نعمل؟ وهلأ طبعا بواسطة السكينة رح ننزع كل حبات الذرة ورح نحطهم بالصحن. بس لازم تنتبهوا كتير منيح لحتى ما تجرحوا ايديكم. طبعا هلأ بس نخلص كل الكمية منشوف طبعا هون في حبات الذرة كلها متماسكة ببعضها. منحاول نفتتهم كلهم، وبعدين مننتقل للخطوة يلي بعدها.
الذرة صارت جاهزة معنا. عصرنا ليمونة وحدة رح نحطها مع الذرة. هلأ بدنا نسخن الذرة، رح نحطها هون بهي المقلاية بس تسخين لأنه هي مستوية قبل. رح نسخنها مع قطعة من الزبدة وبهارات، وبعدين منحط عليها عصير الليمون ومنقدمها. هلأ رح نشوف. هلأ هون أنا حطيت الذرة بالمقلاية الصغيرة، وهون بدي أحط قطعة من الزبدة. طبعا فيكن تكتروا إذا بدكن أكتر. حطينا الذرة على النار لحتى تذوب الزبدة، وبعد ما تذوب الزبدة رح نحط لها نص معلقة من فلفل الأسود، طبعا حسب الكمية يلي عندكن. إذا كمية كتيرة فيكن تحطوا معلقة من الفلفل الأسود. وكمان يلي بيحب تكون يعني شوي حراقة فيكن تحطوا الفليفلة الحراقة الناعمة، الفلفل الأحمر. بس أنا ما بدي أحط، بس بدي أحط فلفل أسود. حطيت عليها الفلفل الأسود وكمان بدي أحركها، ومنضيف عليها كمان الملح حسب الرغبة، ومنحركها وبعدين منقدمها. هلأ طبعا الذرة صارت جاهزة للتقديم. عن جد طبق كتير طيب، بتمنى انكم تجربوه. وهذا هو الذرة بعد ما حطيناه بصحون التقديم. طبعا حطينا عليها شريحة ليمون ومنقدمها، وألف صحة وعافية على قلبكم. وهيك منجي لنهاية فيديو اليوم، بتمنى يكون نال إعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، واللي مو مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس ليوصلكم مني كل جديد. نلتقي بفيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. أترككم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء أصدقائي.